هي ما صح من التعمير ده العظيم بين ما بين العظيم اللي يعملوا فيدلوا نحن كل دقيقة الثانية يجي يقرب على الحال وشغل مسخرة وشغل هندي صرفوه عليه ويجيني يقول لحد الحاد. طب اشوف مين اللي يعمل. طبعا هو الميت خالص ده يجي يقول لي على الحدود وبتاع الحدود. السلام عليكم عم عطاي. سلام عليكم مرحبا حاج. هي ده ما انت البدات يا عم محمد؟ انا البداء؟ اه. طب انا عملت حاجه بالعم على كثير. طب احنا بناخذ يا عم شو؟ طب التلباس ده من اب مش ابا عن جد بالعم. ابا عن جد يا عم محمد. ابا عن جد. امال ايه؟ هو كده عاجبك؟ عاجبني؟ ما كيف عاجبني يا بالعم؟ هو نظام انا كده. نظامك كده؟ يعني انت فتوه ولا ايه؟ لا ما مفتوح ولا اي حاجه يا صاحبي. امال ايه يعني؟ امال ايه؟ امال دلوقتي التلباس ده ابا عن جد وقاتل حجر. حجر مين يا راجل؟ حجر مين يا راجل؟ هو حجر يا عم عطاي. يا عم عطاي ما تفتريش. لا ما تفتريش يا راجل. ما تفتريش وتتقوى بناسك واهلك وسلسالك وتربك وعيالك. غلط عليك. ليه انت كسرت دروك؟ انت مفضل لي على كده. انت مفضل لي على كده. انت مفضل لي ايه اللي مفضل لي؟ 5 سم. 5 سم. طب التلباس من هنا اهو بتاعي. كم ده على كده؟ 25. طب 25 انت تاخد يا عم عطاي 20 وانا اسيب لي 5 ليه العمايل دي. هو كده يا عم محمد. كده يا عمي باص بيني ما بينك المحاكم روح اشتكينا. يعني انت راجل قوي؟ لا عافي. عافي. طب ليه انت عافي؟ عافي عليك يا اخي. عافي فيا. ما فيش عافي. عافي فيا. اهو كده وبس. كي يا عم عطاي الاعمال اللي ما تعملها ده. يا عم حمدتو اللي يريحني بيني ما بينها حاجه واحده بقى يرضيك الحال. لا واقول لك اسمعني يا عم. انا صعب بيني ما بين جيراننا. طب انت راجل معاك يا بالعم. هو اللي انت معاك فلوس هتقدر تساوي. انا ما بعيد بينك ما بينك. انا راجل جعان يا اخي. صلي على النبي. انت معاك يا اخي. خوفتني اشتكيني. اشتكيك؟ كي اشتكيك يعني انت راجل قوي علي. انا عافي عليك. عافي يا عم عطاي بكره بعده تندم. لا مش هندم. هتندم. لا هتندم. لا مش هندم يا عم. كي مش هتندم يعني؟ طب انت راجل معاك يا عم الحاج. طب اقول لك سلام عليكم. سلام عليكم. انا هشوف هاخد حقي وهتاجي غصبت عنك عندكم. خلاص يا عم. سلام عليكم. ويا مراتك فتها لك الارض ومستريحك. لا ما سلام عليكم يا عم. يزرعوها عيالك. ماشي يا عم بشوف اي اللي هيحصل لك. يزرعوها عيالك يا عم. خلاص انا يا عمي راجل هدود ليك. لا مش هدود. اما هدود امال مش هدود على كده. خلاص يا عم انت قوي يا عم الحاج. خلصنا. انت قوي. خلصت عم الحاج. بس عارف انا لو عدلته يا خلصت عليك يا خلصت عليك. بس انا هسيبه على الحكومه. ماشي. بس سلام ورحمه الله وبركاته. يا رجال ايه اخبارك عامل ايه؟ ايه ما فتحتش السعوديه ولا لسه؟ يا راجل ده عايز اجي زي كده وكله يقول لك بكره بعده وبكره بعده. لا دقيقة خليك معي. انت قاعد هنا انت وما سامعش ما تتكلم في التليفون. عامل لي حبيب. ايه في اخوك مغفلها. حبيب ايه يا ابوي ده مسألة على الشغل وعن المعيشة عايزين نسافر. اخوك مغفلقها معاه عطاي والله العظيم ماسكين بعد نازلين ببعض ترس هناك عند الحاد. ايه؟ والله هاجي وراك انا. سلام عليك. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ خوفني ولا عطايها خوفني. ايه في ايه؟ سامي سلوك عطاي ايه في ايه؟ حد حد اللي بيننا ما بيننا. اما الحطايه عافية علينا. اهو يا عم تعال. اما العافية علينا هو ده. يا عم كيف يا عم؟ فين هو دي فين؟ انا كنت هخرطه بالطريق. وقلت له الحكومه يقول له الحكومه ما تخايفش لا بالحكومه ولا ليه هو عافية علينا شيء حد الحدود. ده الحدود دي ليها 100 سنه معموله على كده. شفت عم تابع واعي يا ولد ابوي. واعي الاساس. واعي الاساس اللي هده ده كله خلاني 5 سم بيني ما بينه وخد وقت. هو خلى فيه 5 العشرات. بتاع حمايل يا ولد ابوي. وانت بتقول لي بتاع غلط وبتاع حياط. يعني دول ده الغلط كله يلموا يا عم الحاج. طب خلاص كل من عليه يلم عطايا ولا خلص عليه. احنا بلا نروح منه ولا من هنا. انا هخلص عليه. انت ملعني منه. انت ملعني منه يا عم الحاج. دقيقة مع مشاكل الزلمة. انا هروح اعضبه عندنا. يا وين مشاكل من الزلمة كده شو لما نشوف. يا اخي لا الارض سايبها ضمه. انا جميع الناس مزارعه وزرع وانا سايب ارضي ضمه. طب لما نشوفوا الموضوع ده انا هروح اخلص عليه. يا بني هخلص عليه بقول لك. لا دقيقة بقى. يلا دقيقة لما نشوفوا الموضوع ده.
يلا يا عم الحاج. يا عم لك على راضي وغنوش ابو نجم. عطاي. ايوه ابوي مين؟ عطاي. ايوه اتفضل. مين؟ السلام عليكم. مرحبا يا حاج عامر. ايه الاخبار يا عم؟ اخبارك يا باشا؟ ايه يا عم؟ خير ان شاء الله. ايه اللي حصل معاكم هنا عشان لقيت حماتهم هناك ما يزعجوا وانت شلت لي الحد خالص؟ ايه اللي حصل ده؟ يا ابو العم الحد هو على كده لقيتني. كيف على كده يعني؟ حاجه عافيه انا؟ عافيه مش عافيه عاجبكم على كده عاجبكمش مطرح ما تطلعوا تولوا. يعني انت عافيه علينا ابو عمو؟ هو نظامي كده ني. مفيش حاجه اسمها نظامي كده. عامل ايه صار بيكم اني؟ هو النظام انا طلعت لقيت لحد كده هو كده عملت عليها. ما فيش حاجه اسمها لقيت نظامي كده، الحد ده طالع من جدود الجدود احنا لقيناه على كده. يا عمي باقي انت تشيل الحد خالص. طلع النبي اللي يريحك بين ما بينه زي ما قلت لاخوك يا صبوك يا تروح طب تشتغل. ما لناش نصبح احنا. روح براحتكم عاد. كيف براحتنا؟ او كده نهايه الكلام. طب ماشي وبعد ما تزعلش من اللي يحصل. يا عم ما ازعلش. خلاص ماشي. ماشي يا عم. سلام يا عم الحاج. طريقك زراعي. حمدتو مين؟ ايوه قاعد نقرا. ود ابوك. تعمل ايه؟ انا نظف الطماط والله عشان يلقوا حاجه. يديك العافيه. الله يبارك فيك. طباس. اه رحت له انا البيت عطاي. ورديت له على جماعته هناك. ايوه. وقال يا عمي خلاص الحد ده هنلفحوه من تلانا واحنا مش عايزين مشاكل مع الناس دول. وديك شايف ابو اخوي احنا ناس جيران ولينا بعض لينا 50 100 سنه يعني جنب بعض ونحكي مش عايزين مشاكل مع الناس. قال لي هلفحه وخلاص الراجل. طيب ماشي. تمام. نبهت عليه. نبهت عليه ونبهت. انا مش قد المشاكل. لا انا يا ابوي احنا ما عايزينش مشاكل مع الناس ابو اخوك. هم يتباع بناسه ويتباع بعيلته ويتباع بعياله. واحنا ما عايزينش كده خالص، ما عايزينش مشاكل مع حد. هو الراجل ردت له على ناس خيار في المدارس وجيت لزرعياتي عاوز اكل عيش. وانا ما فاضلكمش ولا فاضل لي. انا عايز اول معيشتي كمان. مش كل شويه تعالى حوش اخوك. انت بتقول لما وما تحوشش اخوك. انا برضه ما فاضيش المشاكل. يا ولد ابوي ما انت ما تقول لي بتاع غلط. انا مش بتاع غلط. انا مش بتاع غلط يا ولد ابوي. طب انا رحت له وهو قال الراجل هيجي يلفحوه بكره هيجيب القناص. يعني انا رحت بطريته وهاتيته ولا هو الهاد؟ يا ابوي ما انا دلوقتي لا ما شفته بعيني لا ما صدقت. طب الحمد لله ديك شفته بعيني. طب خلاص هو الراجل رحت له وردت له على ناس ويا عمي ما لقناش حل هنصبوه صب. انا ما بعيش لا يا عمي انا اصب على حسابي. براحتك. انا اصب على حسابي. احنا مش عايزين مشاكل يا اخوك. لا انا بقول لك انا انت مش احسن مني. لا يا ما تصبليش شيء. صب في ارضك انت. طب صب طب خليه يا عمي زي ما هو يلفحوه زي ما هو. ما ابوكم ما عرفش ياخد حقه وانا اللي عملت له. يا ابو اخوه انا راجل لما اسافر دلوقتي اعيش كل شويه ما تصبليش شيء. لا مش بعض عيالك يعايروا عيالك. يا عم انت تعالى ونحن هنوقف مع بعض ونعملوه. بس خلاص كل واحد يشوف حاله. بكره ان شاء الله اتلم ما تلمش والله خلص عليه. يا ابوي بكره هنجيب القياس احنا وهيجي نفس الراجل. براحتك. وانا مروح. بروح. سلام عليكم. ده ابوي والله نجمه جاتنا نجمه الله يقطع عطاي وناس عطاي وسلسال عطاي واللي يدل على عطاي. والله اقول ايه انا اكثر من جديد. ويعني الراجل غلبان يدعس يعني الحد يعني. سلام يا حاج حمدتو. فيك يا ابو العم. الله يبارك فيك. ايه الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. ايه الدنيا تمام؟ تمام والله. عملت ايه يا ابوي مع عطاي؟ كنت شايف اخوك رايح له البيت بتاعنا الحوش. ده فيه موضوع بيننا من بعض يا ابو العم. ايه الموضوع دي؟ موضوع والله هدي الحد وحده كله وراح له اخوي وقال له هعيدوا يعني هيعملوا ثاني وقال لي ما تقربش انت عليه ولا تحدثوش وانا هيجي الراجل هو وناسه هيعملوه. اخوك قال لك كده؟ كنت على جال. انت لو مش عزيز علي وغالي علي ما اقولكش الكلام دي. ايه فيه؟ اخوك ما يضحك عليه. ليه يابا؟ انا سامعهم بودني دي. كنت واقف ورا الحيطه في التوم ساعد. ايوه سامع ما يقول اعلى من خيركم اركبوه واللي معاكم اعملوه. طيب واللي معاكم اعملوه. سمعت بودنا؟ بودني دي. امال كيف يا ابو اخويا ما يقول لي كذا وكذا؟ ما يضحك عليك عشان عارفك مش هتسد. لا ماشي وبراحته بس هتجي تقولها بشوالي قال لي بشوالي ما شفتكش. لا يا عمي لا انا الحق يا دوب. يعني هو قال الكلام دي قدام عينه؟ والله سامعه بودني. وسمعته؟ بودني دي. طيب ماشي. هلحق انا اصلي المغرب. عاوز حاجه انت؟ لا ابوي روح على اتكل على الله يا عمي. جزاك الله كل خير. امال ابن المقطعين ده ما يكذب علي يعني هيخليني هدوده في البلد؟ هيخليني هدودي؟ طب عادي اخذ الاخوات هو عاوز ياخذ الارضيات. هو ناوي على الارضيات. شنو الطريق؟ شنو الطريق؟ الطريق نايم يا اخوي يا اخوي
يا اخويا انا موديني العنقود كلها والعذاب كله، وريتني العنقود. هو دي اللي عاوزها من زمان انا، يا دوب اخلع الحمد لله فتنتهم. قوم كل يا باي كلك غدر. ابوي دم، ابوي الحقوني يا ناس، ابوي اتقتل يا ناس، الحقوني يا ناس، ابوي اتقتل، ابوي اتقتل يا ابوي، الحقوني، الحقوني يا ابوي، يا ابوي، 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 يا ابوي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود من الفيديو يا اولاد اللي اتعمل واتنشر ده واستمعتوه، بانه الانسان يعني يخلي باله من الجار، ومهما كان الجار جار سوء برضه يمشي معاه بالراحه ويتلاطف معاه بالراحه، بدل المشاكل وبدل الحدود، الحد من هنا ومن هنا، وانت تاكل وانا اكل، واخرتها الشجرات، واخرتها القتل، واخرتها ايه الشكاوي، واخرتها العند بين الاطفال. انت هتحصل ايه؟ بلاش انه هو هيضربك ولا انت هتضربه، انت هتموت وانا هموت، بس الاطفال بعد كده هتطلع الجيره هتبقى نفس الجيري، زي المثل اللي بيقول لك لو ابوك حبك، اللي بيحبك بيحب ابوك، واللي بيكرهك بيكره ابوك. فخلاص طالما انا كلمتين ورد غطاهم يا بهوات. احنا المحبه دايما على طول بين الناس وحواليها، وعادي بعد كده عادي عطى ساعه وتم، بس احنا لما ندي كلمه للناس توعيه. توعيه تمام، واحنا طلبات للناس الحلوه عشان خاطر الناس تاخذ موعظه يعني، وربنا يخلي الناس تفرح. سيبك من الارض وسيبك من الفلوس.